علشان نعرف يعني ايه مقاومة انسولين هبدأ بمقدمة بسيطة كده. اي اكل بناكله يا جماعة، سواء كربوهيدرات، نشويات، بروتينات، اي حاجة من الحاجات اللي احنا بناكلها بتتحول بعد ما تمتص من الامعاء والمصارين توصل في الدم لصورة مبسطة خالص اللي هي عبارة عن جلوكوز، او البنكرياس مطلع حاجة اسمها الانسولين. الانسولين دوت بيشيل السكريات او الجلوكوز على كتافه، يدخل بالخلايا علشان يتحول لطاقة. الانسولين هو اللي معاه مفتاح الخلايا لدخول السكر للحرق. لولا ان الانسولين موجود ما يحصلش حرق. يعني نقدر نقول ان الانسولين هو اللي معاه مفتاح الخلايا علشان يدخل الجلوكوز جوه الخلايا فيحصل عملية الحرق وانتاج الطاقة. لما الخلايا تعمل مقاومة للانسولين ان هو يدخل الجلوكوز دهوت جواها، فبتحصل هنا مقاومة انسولين. طب لما حصلت مقاومة الانسولين حصل عندنا ايه؟ حصل عندنا ان السكر زاد في الدم وحصل انتاج انسولين اكتر، فحصل عندنا زيادة في الانسولين وزيادة في السكر. هنا هي دي مقاومة الانسولين. زيادة الانسولين في الدم بتعمل اضرار كتيرة هنعرفها في الفيديو ده. عربي، مقاومة الانسولين هي مقاومة الخلايا للانسولين ان هو يدخل السكريات جواها عشان تحصل عملية الحرق. ليه الاهتمام المبالغ بيه بموضوع مقاومة الانسولين دوت؟ ليه؟ لان عندنا لما بتحصل مقاومة الانسولين بيبقى الانسان عرضة لانه يخش في مرحلة ما قبل السكر، او يجيله النوع الثاني من السكر اللي هو تايب 2 دايابيتس. ممكن تودينا لارتفاع ضغط الدم، تودينا لمشاكل في القلب والاوعية الدموية، تودينا لمشاكل هرمونية زي تكيس المبايض عند السيدات. ودي حاجة يا جماعة مهمة جدا. لما بنكشف على السيدات ونلاقي عندهم تكيس مبايض، ابحث عن مقاومة الانسولين او دور ورا مقاومة الانسولين. ما تفوتش موضوع تكيس المبايض دوت عادي، لان تكيس المبايض برضو كموضوع كبير من ضمن اسباب عدم الخصوبة عند السيدات. اسباب مقاومة الانسولين هي الافراط في تناول السكريات والمياه الغازية والنشويات والحاجات اللي هي عالية السعرات الحرارية. حاجة زي المياه الغازية دي كمية قليلة جدا بتبقى غنية بالسعرات الحرارية، بتتعب الجسم معاها، بتتعب الجسم في رفع السكر، بتتعب الجسم في افراز الانسولين عشان يتحرق السكر دوت. بيوصلنا مع الوقت لمرحلة مقاومة الانسولين. يعني مع الزمن انت بتجهد البنكرياس بتاعك توصله لانه يحصل معانا حاجة زي مقاومة الانسولين ديت، او يدخلنا في مرحلة سكر. السمنة وبالذات في منطقة الخصر، منطقة الوسط، اكتر اسباب مقاومة الانسولين. البدانة وقلة الحركة وقلة النشاط دوت برضو بيوصلنا لمرحلة مقاومة الانسولين. انه دوت اسهل باب للحرق هو الحركة. اسهل باب لحل مقاومة الانسولين دوت هو الحركة. ضبط النوم بتاعك او عدم انتظام النوم بتاعك، برضو الدراسات اثبتت ان قلة ساعات النوم بتوصلنا لمرحلة ما قبل السكر. يعني لو الواحد ما بينامش نوم كافي ممكن يوصل لمرحلة مقاومة الانسولين. والقلق الشديد من ضمن الحاجات اللي بتعلي هرمون الكورتيزول في الدم. هرمون الكورتيزول دوت علوه بيؤدي الى مرحلة مقاومة الانسولين، او بدوره هرمون الكورتيزول بدوره بيعمل مقاومة الانسولين. في هناك اسباب تانية برضو زي مثلا العامل الوراثي بيلعب دور. يعني الناس اللي عندها مقاومة انسولين ممكن يكون ابهاتهم كان عندهم مقاومة انسولين كده. عندنا برضو الاضطرابات الهرمونية، لو في اضطرابات في هرمونات الغدة الدرقية بالذات خمول الغدة الدرقية ممكن يوصلنا برضو لمرحلة مقاومة الانسولين. الادوية الهرمونية زي حبوب منع الحمل عند الستات، زي الادوية اللي مشتملة على كورتيزون، بتوصلنا برضو لمرحلة مقاومة الانسولين، او لقوا انه لها علاقة وطيدة بمقاومة الانسولين. اعراض مقاومة الانسولين هو بصراحة ممكن يبقى فيه مقاومة انسولين بدون اعراض واضحة، لكن بعض مرضى مقاومة الانسولين او بعض المرضى اللي عندهم مقاومة انسولين لقينا اللي عندهم بعض الاعراض، مصابين بتعب مستمر واجهاد وخمول، دايما مرهق،
دايما مش مركز، دايما مشوش، دايما تركيزك قليل. عندنا برضو زياده في الوزن غير مبرره، يعني ممكن يكون عيان ما بياكلش وزنه بيزيد بصوره غير مفسره. زياده الوزن والصعوبه في فقدان الوزن او الصعوبه في فقدان الوزن، ممكن العيان دوت يخش على نظام. يعني معظم مرضى مقاومه الانسولين بنكتشفهم ان هو بيجي يخس، يعمل نظام علشان يخس عليه، جسمه مش بينزل مع انه ملتزم بحميه غذائيه ورياضيه كويسه. بالتالي دوت بيخلينا نشك في مقاومه انسولين. عندنا شراهه في الاكل بالذات ناحيه السكريات والنشويات، تلاقي نفسك مفتوحه قوي للسكريات والنشويات. ممكن تبقى لسه واكل دلوقتي حالا ونفسك تاكل تاني وجعان تاني، وبس محتاج سكريات اكتر او نشويات اكتر، نفسك مياله اكتر للسكريات والنشويات. دي بنلاحظها في مرضى مقاومه الانسولين. تعب مستمر بالذات بعد الوجبات، تاكل من هنا تبطل من هنا تنتخ من هنا، دي من ضمن اعراض مقاومه الانسولين. بعض المرضى دول عندهم ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في مستوى الكوليسترول والدهون، بالذات الكوليسترول الضار والدهون الثلاثيه. بيظهر بقى اكثر حاجه شيوعا اللي هي التصبغات الجلديه، حاجه بتظهر اسمها الشواك الاسود الاكانثوزيس نيكتانز دوت، ان انت بتلاقي منطقه الرقبه بدات تسود سواد غامق قوي كده مع ظهور زوائد لحميه، وممكن منطقه تحت الابطين دوت برضو تبص تلاقي اسوداد او اسمرار غامق في المنطقه ديت مع ظهور بعد الزوايد. الجسر العلامات المميزه او اكتر حاجه بتلفت النظر لمقاومه الانسولين. بعض الناس يبقى الجلد اسود وناشف وخشن جدا مع ظهور بعض الزوايد اللحميه. وطبعا زي ما اتفقنا ان السيدات بيبقى عندهم تكيسات مبايض واضطرابات في الدوره الشهريه. اول ما يحصل اضطرابات في الدوره الشهريه لو عملنا سونار لقينا تكيسات مبايض، فكر في مقاومه الانسولين. عند الرجال بيحصل برضو اضطرابات هرمونيه، بيقل مستوى التستوستيرون فبتقل القوه الجسديه ومستوى الطاقه بيقل. بيحصل برضو اضطرابات النوم، وزي ما قلنا اضطرابات النوم بالعكس بتوصل مقاومه الانسولين، واضطرابات النوم العكس بالعكس. ممكن ايه الفحوصات اللي ممكن نعملها عشان نعرف ان احنا في مرحله مقاومه الانسولين ولا لا؟ عندنا تحليل السكر الصايم، تحليل الانسولين صايم، ودوت بيطلع منهم مؤشر اللي هو مؤشر هوما اي ار اللي هو مؤشر مقاومه الانسولين، بحسبه معمليه كده بيدلنا اذا كان في مقاومه انسولين ولا لا. تحليل اللي هوما اي ار دوت لو الطبيعي انه يكون اقل من 2، لو بقى اكتر من 2 يبقى في نسبه مقاومه انسولين. برضو بنطلب من التحاليل الروتينيه مع مقاومه الانسولين تحاليل دهون الدم، ممكن بنلاقي ارتفاع في مستوى الكوليسترول الضار، انخفاض مستوى الكوليسترول النافع، ارتفاع الدهون الثلاثيه للدم. ممكن برضو بنطلب غده درقيه، لان زي ما اتفقنا في علاقه وطيده ما بين خمول الغده الدرقيه ومقاومه الانسولين. العلاج على شقين، عندنا علاج وقائي او علاج تحفظي، وعندنا علاج دوائي. العلاج الوقائي هو الرياضه، العلاج الوقائي هو الحركه، العلاج الوقائي هو ان انت المشي اسبوعيا لمده 150 دقيقه، اللي هو يعني يوميا نص ساعه لمده على الاقل 5 ايام في الاسبوع. طبعا للوقايه برضو تقليل السكريات والنشويات السريعه والغنيه بالجلوكوز والغنيه بالسكر، تقليل الاطعمه السريعه والغنيه بالسكريات زي البيبسي والكولا، اخذ قسط كافي من النوم، ان انت جسمك ياخد راحته في النوم يوميا من 6 ل 8 ساعات، بيحسن جدا من موضوع مقاومه الانسولين. ما ناخدش اي ادويه هرمونيه زي الكورتيزون او ادويه منع الحمل بدون استشاره الطبيب، علشان دوت بيأثر على موضوع مقاومه الانسولين. في ابحاث بتقول كتر من ان القهوه بتفيد في مقاومه الانسولين عشان بتعلي الحرق. ابحاث بتقول ان فيتامين د برضه مفيد علشان بيعلي الحرق.
بعض الفواكه بيقولوا العنب بيحسن من مقاومه الانسولين. عندنا العلاج الدوائي ماده الميتفورمين اللي هي موجوده في زي السيدوفاج الجلوكوفاج، الحاجات دوت برضو بعد استشاره الطبيب بتحسن من مقاومه الانسولين وبتفك لنا الازمه اللي بسببها الخليه مقاومه للانسولين. بعض ادويه السكر اللي هي على هيئه اقراص زي الليمباكوزا زي الاوزيمبيك، كل ديت بس بعد